لا فريش فود. النقطة دي نقطة محيرة جدا والناس كلها بتختلف عليها. أأكل دراي فود ولا أكل فريش فود من البيت؟ احنا متطلبات الأليف بتاعنا ايه علشان ان احنا نقدر نكمله العناصر الغذائية اللي هو محتاجها؟ متطلباته ان انا بديله بروتين كويس، ومتطلباته ان انا بديله كربوهيدرات كويسة في الأكل بتاعته، الفايبر والفيتامينز بتاعته في الأكل. لو انا اقدر ان انا اعمل الخلطة دي في البيت وانا اقدر اديله كل حاجة هو محتاجها في البيت، ده يبقى حاجة كويسة جدا. الدراي فود معمول ليه؟ الدراي فود معمول علشان يظبط بالظبط هو بياخد كمية قد ايه. في كل حباية من حبات من حبوب الدراي فود بنلاقي ان الكمية دي مظبوطة فيه بالظبط بالنسب اللي هو محتاجها. نسبة البروتين مظبوطة، نسبة الكربوهيدرات مظبوطة، والفيتامينز والفايبر. طيب انا لو اقدر ان انا اظبط الموضوع ده ما بين بروتين وكارب وفيتامينز وفايبر، التلت تقريبا لكل حاجة في البيت، ده يبقى حاجة كويسة جدا. انا دكتور خالد وده عيادة بيتوين.